طبعا ما يتحط في التلاجة وياخد وقته، هيبقى جميل جدا. خلاص تعالي نشوفي بعد ما جمد انا هوريهولكم اهوت. بصوا ما شاء الله والله، يعني نفس اللون اللي بنجيبه من بره، نفس الطعم، مفيش اختلاف خالص. عايزه تخنيه زي ما قلت لكم تخنوه، بس انا بحبه كده عشان انا بصراحه انا غير الناس كلها ما بحبش احطه مع الشاي. انا بحب احطه على كيك، على عيش فينو. بصراحه انا بنحبه على حاجات تانية غريبه كده، لنا طقوس غريبه. انا هنا كنت عامله الكيك الرهيب ده، ان شاء الله هنزله لكم. بصي يعني مش قادره اقول لكم بجد ببساطه. وطبعا لو الوصفه عجبتكم ما تنسونيش ان شاء الله في اللايك والشير والمتابعه، واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم كده مع المنظر بتاع اللبن ده مع الكيك. بجد حاجه رهيبه جدا جدا جدا، طعمه خرافي خرافي خرافي. جربيه وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. وشكرا شكرا، وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير وصحه وسعاده يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، اترككم في رعايه الله.